مساء الخير. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا خلال اليومين الماضيين أن عاصفة شمسية أو مغناطيسية يتوقع أن تصل إلى كوكب الأرض خلال اليومين المقبلين، وهذه العاصفة الشمسية التي تعتبر قوية نسبيا سببها ظهور بقعة شمسية عملاقة على سطح الشمس. عموما العربية كانت قد استضافت الفلكي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الفلكي عماد مجاهد. نتابع سويا هذه المقابلة. يعني أنا أريد أن أؤكد بأن التأثير يقتصر بشكل رئيسي على الاتصالات الفضائية وعلى الأقمار الصناعية التي هي خارج الغلاف الغازي الأرضي. زي ما حكيت اللي هي الأقمار الصناعية ورواد الفضاء. ووكالة الفضاء من ناسا حذرت منذ يوم أمس رواد الفضاء الموجودين على محطة الفضاء الدولية من خطر هذه العاصفة، وأيضا يؤثر على الاتصالات الفضائية وعلى شبكات الكهرباء، وتؤثر احنا يعني بشكل رئيسي. أكثر ضرر يكون على سطح الأرض هو الاتصال ما بين الطائرات وما بين برج الاتصال في المطار.